اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البرد دوت هنتدفى بقى بإيه؟ هنعمل حلة حمص الشام عشان نشرب كده ونتدفى. المشروب ده طبعا كلنا عارفين ان بيتدفى في الشتاء، قاعدين كده بردانين، قلنا نعمل ايه حاجة تدفينا، فقلت اعمل حمص الشام. قمت ولعت البابور، كان بقى لي فترة ما بولعش البابور، كان فيه عطل كده فما كنتش بعرف اشغله. لما صلحته قلت هعمل عليه. دفلنا كمان المكان، ولعناه كده كان مدفي المكان. وهنا بدق كده راس توم حلوة مع شوية من الملح وشوية كمون. ولازم الكمون، طبعا انتوا عارفين ان الحمص بيحب الكمون والثوم. يا سلام بقى كده، يعني لما شربناه مع شوية الليمون وشوية الشطة كان تحفة بجد. اهو هنا بيتسلق. انا كنت طبعا نقعاه، يعني نقعته حوالي ساعتين. وهو بيتسلق بحب احط له الثوم الاول قبل ما احط الطماطم. فانا هنا نزلت بالثوم اللي هو اللي انا لقيته طبعا معاكم بالكمون، وهقلبه كده لغاية ما يتسلق. اسيبه شويه لحد ما يتسلق وخلاص يكون استوى. طبعا احنا مش هنحط ملح دلوقتي، انا زودت شويه كمون تاني. الملح مش هنحطه دلوقتي طبعا عشان بيخلي الحاجه ما تستويش بسرعه، فهنحطه بعد ما احط الطماطم. اه هنا ضربت طماطم ونزلت بيها. والطماطم بتاعته يفضل ما تكونش تقيله، يعني انا كمان هزود ميه. هو ما بيكونش الطماطم بتاعته تقيله، كل ما بتكون خفيفه بتبقى احلى. والثوم طبعا لازم راس توم محترمه، يعني مش فصين تلاتة توم، لا، راس توم محترمة عشان تديله طعم. وفي ناس بتضرب الطماطم معاها بصلاية صغيرة، اللي حابب يعمل كده طبعا. وهنا البابور طبعا هبب الحلة. يعني انا مصلحاه بس برضو بيهبب، مش عارفة بصراحة ليه. انا بحب جدا يا جماعة الحاجة على البابور، بصراحة بيبقى لها طعم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا بيغلي ازاي. هملحه بقى دلوقتي، يعني هحط زي معلقة كبيرة ملح، ولو احتاج هزود. هو خلاص كده استوى. هو هياخد غلوتين بس كده مع الملح عشان يتحيق معانا كويس، وخلاص هنقفل عليه. خلاص استوى، والحباية بقت مستوية وكويسة، والسوا بتاعها كويس، وخلاص كده هقفل عليه. ونعصر بقى عصرة ليمون. احيانا بعمله الليمون في الكوباية او ليمون في ازازة، ونزود مع الليمون حبة مية وحبة ملح، زي المحلات بتاعة الحمص الشام كده. والشطة لو عايزة تعملي شطة في ازازة، تاخدي شوية مية من مية الحمص في ازازة برضو، وتزودي شطة ومية وملح، بس كده. لكن انا حطيت عصرة ليمون. ما حبيتش اعمل في ازازة عشان ما تقعدش وتبوظ، لان مش ممكن يعني ان هي كلها نستعملها، فممكن تبوظ. فانا عصرت كده عصرة الليمونة، وهنزل بشوية شطة حمراء. بشوية شطة. بس جربي بنفس الطريقة، والله طريقته جميلة جميلة جميلة.